وسعوا لي بقى للجمال ده، علشان دي احلى طريقة للقرنبيط. انا عارفة ان معظم الناس بتعمله بيبقى 90% منه مليان زيت ومهري وطريقة كده غريبة، بشوف حاجات بجد بتعصبني. عايزة اقول لكم ان القرنبيط ده كريسبي بطريقة مفهوش نقطة زيت. ازاي ده؟ هو بيتقلي في الزيت يا شيف غزل. صلي على النبي يا اختي وتعالي سمي الله كده مع بعض، وهنعمل احلى طريقه للقرنبيط. قطعت القرنبيط كويس، حطيت ميه تغلي على النار، حطيت لها ملح وكمون وكوبايه لبن. كوبايه لبن بيخلي القرنبيط ابيض من جوه، بيديله طعم وريحه. كوبايه لبن كده ايه، بلدي حلوه. والكمون لان احنا بنعمله طريقه الكرنب. وعملت بطاطس بنفس خلطه القرنبيط، والله العظيم ما شارب نقطه زيت. هتاكليه كده من بره وكانكم بتقرمشوا شيبسي، بسكوت، ستريبس، بجد رهيب بجد. انسوا الطريقه القديمه دي. انا لما بشوف حد بينزل وصفه قرنبيط بجد بتخنق يا جماعه، ما بيتعملش كده، والله ما بيتعمل كده. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا، جبت بقى القرنبيطه. طبعا ده الكلام ده كان من يومين لما انا كنت مصوره لكم الحاجات بتاعه السوق. تمام. تجيبي بقى مثلا قماشه بيضه، تجيبي مثلا فوطه نظيفه تكون مخصصه للخضار، وتلفيها كويس وتحطيها في التلاجة. القرنبيط ما بيتحطش في كيس، لما تيجي تشيليه في التلاجة تلفيه كده بقماش يعني. فهمتوا؟ اول حاجه ما تخليش قطعه القرنبيطه كبيره قوي، لان هو هينزل في خلطه هينفش معاكي، وكمان في بيض. تمام. جبت القرنبيط قطعته، الحته اللي بلاقيها كبيره كده ما بتعجبنيش بروح قسمها نصين. تمام. في منتهى السهوله، سهل جدا، بتبداي تسلكي واحده واحده. عايزه اقول لكم ماما قالت لي انت عملتيه ازاي. ماما دايما بعمل القرنبيط كل سنه بسمع منها نفس الكلام. والله العظيم والله العظيم وانا مسؤوله، وربنا يحاسبني على حلفاني ده. احلى طريقه قرنبيط انا ما اكلتهاش من حد وعجبتني. يعني عندي جدتي اللي هي مامة مامتي، دايما كنت اقول لها يا ماما احلى حد باكل منه اكل، شاطره جدا في الاكل، استاذه في الاكل. طبعا هي كبيره دلوقتي في السن، ما بتقدرش تعمل اكل، ما بتطبخش يعني. بس بصراحه القرنبيط ده يعني ما حتى هي ما بتعملوش كده، بيعملوه بطريقه تقليديه بسيطه خالص. يعني في اكل تقليدي اتفق معاكم ان هو بيبقى حلو جدا، وفي حاجات تانية لا بجد بيعملوا القرنبيط بيبقى مليان زيت، ما بحبش كده. حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت كوبايه لبن. ايه بقى اللي بيخلي القرنبيط يتهري منك يا ست الكل؟ انا مش والله العظيم مش بقلل من حد، بس كل حاجه اتعلمتها وفهمتها لازما احنا كلنا نتعلم من بعض. بتمسكي القرنبيطه كده بتخليها 3/4 سوا، اوعي تخليها تاخد سوا كامل، لان هي كده هتتهري وهتنزلي بيها في الخلطه وتقليها يبقى عجينه. لازم تمسكيها بايديكي كده تكون ماسكه نفسها، تفهمين قصدي؟ يبقى فيها قرمشه كده، تطلعيها كده تحس انها نيه، مش اللي هي مستويه قوي. جبت بقى حوالي كده 1.5 كيلو بطاطس، غسلتها كويس، وبعد كده قطعته حلقات، حطيت عليها شويه ملح وسلقتها علشان هنعمل لها خلطه. البطاطس دي هتاكلي صوابعك وراها. بصوا بقى، هقول لكم على خرطه القرنبيط ركزوا فيها. بس في ناس لما بتسلق القرنبيط ما بتروحش تغسله تحت الميه. القرنبيط ده بيبقى مليان طينه، انت حتى لما بتنزليه في الميه، القرنبيط ده جاي من زرع، هو مش جاي مغلف، بيبقى بينزل الرواسب بتاعته كلها في حاله السلق. تاخديه على الحنفيه على طول وتحته مصفى كده تديله شطفه. جبت 5 بيضات، واهم حاجه في القرنبيط انه يا ريت يكون بيض بلدي. جبت 5 بيضات بلدي، حطيت عليهم معلقتين نشا كبار، حطيت عليهم نص معلقه بيكنج باودر، حطيت عليهم ملح وكمون وكزبره ورشه شطه وربع معلقه بابريكا، ونص معلقه اللي هي المعلقه الصغيره بتاعت الشاي دي كركم، وعليها كوبايه لبن كبيره، وعليهم كوبايتين دقيق ومعلقتين خل. تمام. طب يا شيف غزل لسه الثوم المرحله بتاعته مش هتيجي دلوقتي. زودت فلفل اسود. هقول لكم تاني سريعا. حطيت 5 بيضات، عليهم معلقتين خل، عليهم ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، شطه، بابريكا، نص معلقه كركم. تمام. كوبايه لبن كبيره وكوبايتين دقيق، معلقتين نشا كبار، ونص معلقه بيكنج باودر. وجبت الخضره بتاعتها اللي هي ايه، شبت وكزبره، ما بنحطش بقدونس، شبت كزبره. كنت دقه في الهون 5 فصوص توم، نزلت بالخضره، دبتها معاها كده كويس، اللي هي نعمتها شويه، خدت من طعم التوم. علشان ليه بقى عملت الحركه دي في الخلاط؟ الحركه دي بقى على قديمه، علشان القرنبيطه هيمسك فيها كده، ولما تهرسي الخضره مع التوم هتديكي ريحه للقرنبيط
ما تقوليش لعدوك عليها يا ست الكل. انا عايزاكي انت مميزه، عايزه متابعيني انا يكونوا مميزين. تمام. يبقى الخضره بتاعه القرنبيط شبت وكزبره، تمام. دقتهم على 5 فصوص توم. لقيت العجينه كده تقيله، الخلطه بتاعه القرنبيط تزوديها بلبن. لقيتيها لسه تقيله، خففيها بشويه ميه مغليه زي ما انا عملت كده. انا حطيت حوالي 1.5 كوبايه لبن. طب اللبن بيبقى حلو في القرنبيط، قسما بالله قسما بالله احلى طريقه للقرنبيط. عمري انا مره كنت عازمه حد، كان جوزي موجود، حد من قرايبنا يعني. المهم فراحت قالت لي ده طعمه مختلف خالص، هي ست كبيره، طعمه مختلف خالص عن اللي احنا بنعمله. قلت لها عشان حاطه فيه كذا وكذا. قالت احنا عمرنا ما حطينا فيه لبن ومش عارفه ايه وحاجات كتيره قوي ولا كركم ولا كده. قلت لها لا. قلت لها طب ايه رايك في ده؟ عايزه اقول لكم، قالت لي والله العظيم مش هعمله الا كده. قالت لي طب احكي لي بقى الطريقه كنا احنا بناكل. قلت لها طيب انا هنزل الوصفه بكره ويبقى انت ايه اسمعيها. قالت لي ماشي. واقول لكم ست كبيره يعني ما اتكسفتش مثلا ان هي تقول لي لا طب علميني او حاجه. والله العظيم يا بنات انا ماما بتقول لي انت دايما اعمليه، ما بيشربش زيت خالص. بجهز له كده صينيه وعليها شبكه، بطلعه عليها بيصفي الزيت من نجاح برضو القرنبيط. لو انت طلعتيه على صينيه واحده او طبق واحد هينزل الزيت بتاعه وهيشربه تاني، لان هو مش تحتيه مصفى يصفي الزيت كله اللي طالع منه. احنا لسه مطلعينه من الطاسه. انتوا فاهميني؟ بقول لكم ايه، زيت نظيف، طاسه نظيفه، نحط زيت هنا ونحط زيت هنا. ولو القرنبيط لقيتيه بعد اول طاسه وشلتيه لقيتيه منزل حاجات كده وبتاع، لانه فوق طبعا في دقيق وفي بيض، ممكن تلاقي حاجات كده صغنططه حمرا بتاعت تجيبيها بالمصفى وتشيليها. بحط معاكم القرنبيط اهو، وعلى طول تقلبوه لان هو فيه بيض ممكن يتلسع منك ياخد ايه لون غامق. انتوا فاهمين؟ شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك عليه. هنعمل البطاطس المسلوقه بعد ما اتسلقت قشرتها ورحت نازله فيها في الخليط بتاع القرنبيط. عملت البطاطس اللي هي بتاعت المحلات. والله العظيم حوار، اكله في منتهى الجمال. عملت طبق سلطه مشطشط كده في بصلايه، طلعت زيتون من اللي انا عاملاه معاكم وفلفل اخضر، طلعت بصل اخضر نضفته، وطلعت جرجير. يعني بصوا ايه ده بجد والله العظيم، ولا لحمه ولا فراخ، هو بس اللحمه والفراخ اللي بتتحط على الصينيه دي. تعالوا شوفوا انا هقدم الصينيه ازاي. عملت اكله والله العظيم انا حاطه يجي 10 ترغفه بتاكل اكل يا بنات. بصوا القرنبيطه بسم الله ما شاء الله ماسكه نفسها في الزيت، في الزيت. معلقتين النشا دول اوعي تنسيهم، ده بيديها كده قرمشه من بره، بيخلوه كريسبي وجميل، والبيكنج باودر بيديله هشاشه من جوه، واللبن تقطمي كده القرنبيطه تلاقيها بيضه من جوه وحلو قوي. وخلوا النار ما تنزلوش بنار يعني تبقى حاميه. اول ما تنزل القرنبيطه وتقلبوها على الوش التاني خلوا النار بقى ايه وسط. ويا سيدي على الجمال والحلاوه، وطلعيها على شبكه وتحتها صينيه وشويه سلطه كده، واكله في منتهى الجمال. وعلى فكره مكلفه يعني، انا عايزه اقول لكم القرنبيطه ب30 جنيه، البيضه الواحده ب7 جنيه، انا حاطه 5. تمام. وغير بقى العيش والسلطه والحاجات دي. بصوا الاكل عامل ازاي. وطلعت الزيتون اللي انا عاملاه معاكم اللهم بارك. بصوا مش كل الايام بنطبخ يا بنات، لازم الدنيا تمشي، ولازم تعملي لما تشوفي وصفه زي كده اوعي تستخسريها في عيالك، اعمليها وجربيها. في ناس ممكن تشوف حاجه احنا لا، احنا جربيها. انت جربتيها؟ جربيها بنات والله العظيم انا حلفت لكم كتير جربوه. جربوا القرنبيط كده حلو قوي. ولو مامتكم او انتوا بتعملوه كده عرفوني، لان الوصفه دي انا بنزلها بقالي 3 سنين يعني على قنواتي كلها. وقفت اكل كده، وعايزه اقول لكم وانا بقليه والله فضلنا ناكل كده ايه يعني بننقنق فيه كده واحنا واقفين. حبيبه تاخد منه ماما اروح نحمر كده، ريحته طالعه اصلا حلوه قوي، مفيش ريحه زفاره. حاطين خل برضو في الخلطه، فلفل اسود، بهارات ريحتها حلوه. بصوا البطاطس عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. جربوا الوصفه، وده كان فيديو النهارده. اعملوا بقى القرنبيط لسه طالع وكده، واكلات الشتاء كلها حلوه، وغيروا وقدموها بشكل حلو. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم في الله، ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه، وادعوا لي دعوه حلوه وجمعه مباركه عليكم.